التالت، لان انا كنت خايف عليه جدا. بس الحمد لله يعني التوقعات كانت الحمد لله والشكر. كان مثير للجدل جدا لفكره ان ازاي واحده تخلف من الجن، وكان الموضوع ده عامل رد فعل كبير في الشارع. اتعاملت مع ده ازاي؟ وشفت الفكره ممكن تقلق الناس شويه؟ هي ممكن، اصل انت في الاخر انت عايز تعمل سطر تخلي الناس تفكر، وفي نفس الوقت يعني انت لو ما خليتش الجمهور يفكر معاك بيحاول يحل بطريقته، وفجأة يلاقي الحل موضوع تاني خالص، ده ما هو ده سر النجاح يعني. تفاعل على السوشيال ميديا، الناس افتكرت بلال شامه هو اللي خطف ابنك برضه. انا ما اعرفش لقيت الافيه ده، انا مش بركز في السوشيال ميديا بالنسبه لي اليومين دول انا بعيد عنها تماما. احنا جوه اللوكيشن ما بنخرجش، يعني النهارده هو 26 رمضان، انا ما خرجتش. بس الصفحه يعني عندك ما شاء الله تفاعل رهيب جدا، بعد كل حلقه في افيه لازم يطلع. هم بقى الرجاله بتاعتنا ناس محترمه اكتر وناس اللي فاهمه. اتعلم مع الناس ابننا جدا. ابننا كده طبعا ما كناش متوقعين ردود الافعال والفيديوهات اللي اتعملت عليه والتيشيرتات اللي اتعملت ومحلات صاحب محل بن عمل مداح، وبتاع الشاي اللي عمل مداح عملت حلوات وعبايات المداح، الحمد لله.